بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يا جماعة معانا موضوع مهم جدا، وموضوع يعني ذات اهمية كبيرة، وهو موضوع التغذية. هنتكلم عن التغذية كده، وهنشوف بعض النقط والحاجات المهمة، النظام والطعام والامراض والمخاطر والنوم والبيئه، كل حاجه يعني تخص موضوع التغذيه ده يا جماعه. باذن الله تعالى يعني هنبدا الكلام. برحب بالساده اللي معانا كلهم، السيدات طبعا ربنا يحفظهم كلهم، احسن مدرسات وافضل ناس، ربنا يكرمهم جميعا يا رب. نتكلم عن التغذية. مين بقى هيبدأ معانا الحديث عن التغذية يا جماعة؟ يلا نتكلم مع بعض شوية، ندردش يعني. نتكلم عن التغذية بالنسبة للأطفال اللي دايما بيجذبهم الأغذية الغير مفيدة تماما، خصوصا ان هي تلاقيها مجهولة المصدر واللي يبيعها المحلات البقالة وكده زي لوليتا، وبيطلع منها أشكال ما بيكونش عليها أي بيانات. فسبحان الله يعني ايه اللي نقدر الاكلات اللي تجذبهم وفي نفس الوقت بتضم العناصر الغذائيه المفيده لجسمهم في التوقيت ده. في اكلات كتير طبعا بتجذب الاطفال، بس الغالبيه من بره، يعني ان هو من الايه، الولاد بيشتروا من بره. ما احنا عايزين نعمل حاجه زي كده في البيت، وفي نفس الوقت يجذبهم حتى من بره، بس يكون احنا ضامنين ان الاكل ده فيه عناصر كامله. انا من فتره بنتي راحت اشترت من المحل يعني حاجه زي لوليتا كده، كوره مجرد فيها ميه بلون وما عليهاش اي حاجه. طيب ما دي اكيد مضره جدا، الوان صناعيه بسبب احنا عارفين الامراض، يعني ربنا يعافينا جميعا ويعافي اطفالنا. ومع ذلك بتبقى شهيه جدا وطعمها لذيذ بالنسبه لهم. طيب عايزين نلاقي حل للمشكله. المشكله دي لازم احنا نبدا نصنع لهم في البيت الحاجات اللي هم بيحبوها، الحاجه اللي هي تلفتهم طعم وشكل وجوده، يعني يكون كل حاجه حلوه، اللي هو ايه، يجذب الطفل ان هو ياكلها. زي مثلا اعمل لهم جيلي واحط لهم عليه بعض الحاجات اللذيذه والمشهيه اللي تشهي عينيهم. احط لهم مثلا شويه فاكهه، شويه كريش، شويه شوكولاته شيبس بالالوان، او ساده او دارك، اي حاجه يعني، ان هي شويه مكسرات. الحاجات دي برضو بتجذب انتباه الولاد قوي يعني. ودلوقتي في افتكاسات كبيره جدا في عالم الشوكولاته اللي هي الملونه. في شوكولاته دلوقتي لونها كور موف واخضر وازرق واشكال. ده عملوا الشوكولاته دلوقتي على اشكال سوري يعني طيور وحيوانات. عملوا الشوكولاته الشيبس شكلها جميل ولونها شيق بالنسبه للاطفال، بس دي برضو بتكون مصنعه، يعني برضو هنشتريها من بره من عند العطار او من السوبر ماركت، يعني بنشتريها برضو مصنعه، لكن هي برضو مش معموله في البيت. بس هي هتزين الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني لو انا عملت ايس كريم وحطيته في بوله وحطيت لهم الاشكال الحلوه عليه، اكيد هيجذب، صح ولا لا؟ اكيد. اكيد هيجذب انتباه الولاد يعني. غيرت الشكل، ايوه. طيب نعمل لهم ايه تاني؟ انتوا شايفين ايه؟ نفكر في ايه تاني للاطفال يعني؟ هو برضو بيحبوا البيتزات، الحاجات الجاهزه، السندوتشات، الشاورما، الحاجات دي يعني. ما بيحبوش الطبيخ، بيحبوا الحاجات الجاهزه. بيحبوا الحاجات الجاهزه. ايوه، الحاجات السهله والسريعه دي. ايوه اللي هم بيشتروها من بره. فالواحد بقى يحاول يدخل فيها الحاجات اللي يعني هتفيدهم صحيا، تكون مفيده، يكون العناصر الغذائيه اللي فيها عاليه شويه. ونضحك عليهم بقى بالمنظر. لا، والاندومي ده تمنعوه خالص بقى، اعملوه في البيت. ده اللي هو المكرونه المسلوقه اللي بيقولوا عليها دي. مش الاندومي ده عباره عن مكرونه مسلوقه بتقولي؟ هو انا سمعت ان المكرونه الاندومي ده بالذات هي كمكرونه نفسها الى حد ما كويسه، لكن مواد الحافظه يعني البهارات اللي بتتباع معاها هي دي اللي بتسبب الضرر، دي المضره. فمش عارفه مدى صحه المعلومه يعني. هي مضره، الاندومي دي مش حلو على فكره. على مستوى العالم الناس كلها بتاكل الاندومي ده، بس وحش، بيجيب امراض. ما انت هي بقى ينتقوا النوع النظيف. في انواع خلي بالك برضه.
يعني في انواع نظيفه وفي انواع برضو اللي هي صناعات تحت السلم والحاجات اللي هي مش مظبوطه ايوه دي. جيده ومش مصادرها مش معروفه. حتى لو مش متصنعه تحت السلم، فانت مثلا زي الاندومي مثلا نحاول نقرا المكونات ونبحث عنها في النت، لان فعلا بتبقى في بعض المكونات شديده الخطوره وموجوده، يعني هما مش بيمنعوا كتابتها ولا حاجه. ففي ناس لما عملت بحث، انا مش بقولك برضه مش متاكده من صحه المعلومه قوي، يعني ان الاندومي كمنتج هو مش مضر. كل الضرر بيقع في بهارات الكيس اللي بيبقى مع الاندومي، اللي هي البهارات اللي هم بيحطوها وبتدي لها طعم مختلف. يقول لك هي دي اللي فيها المكون اللي بيضر على صحه الطفل على المدى البعيد. فعلا هي دي اللي بتاثر بالسلب. ربنا يعافينا اللهم امين ويعافي ولادنا يا رب. هي تغذيه الاطفال دي مش كمان تغذية. يعني المفروض ما نزودش السمنه والزبده والزيوت في الاكل السعرات كتير، دي. لان برضو الحاجات دي بتكون دهون، والدهون دي بنشوف الاثر بتاعها سلبي يعني على جسم الاطفال، الجسم عامه. انا بلاحظ ان الناس بتحط ما شاء الله يعني بتستخدم الزيوت والدهون والحاجات دي بدون مقادير، يعني بركة كده. بتحط بالبركه. يعني ستات كتير تلاقيها مثلا بتيجي تعمل وصفه تلاقيها تقول لك ما أنا شاء بالبركة الله ما أعرفش أعمل تمسك بمقدار. ازازه الزيت وبتدلق بتكب كب يعني. ايوه تقول لك ما اعرفش امشي بمقادير. ما اعرفش اعمل هي علميا مهمه نسبه دهون في الاكل، بس ما تكونش زياده زياده عن لان الزياده بتتخزن في الجسم. انا لو آه. اخدت على قدي بالظبط هي يعني ايه دي اللي هتمدني بالطاقه وتخليني عندي نشاط او قادره اكمل لاخر اليوم. الزياده بتتكون بقى في الجسم وبتتراكم في الجسم لا، وبتسبب وحاجه جميله قوي بقيت الاحظها في الامهات اليومين دول، الاهتمام بالرياضه. ازاي وخصوصا في الصيف يعني بيودوها كورس سباحه للاطفال، ده شيء مكمل للتغذيه علشان تقدر تبني جسم سليم. فعلا. كرة قدم، بيعملوا اكاديميات في مراكز الشباب. فعلا. كاراتيه، يعني ايا كان نوع الرياضه اللي بيمارسها الطفل بقت حاجه جميله، يعني فعلا مبهره. فعلا. ولا والجميل في حته الرياضه ان انا شفت ده بقى في احفادي وهم بيمارسوا الرياضه، بيطلعوا من بعد التمرين عندهم شراهه في الاكل، عايزين ياكلوا اي حاجه. والله بجد يجي وعملوا يجي مجهود. يقول يلا يا تيتا طلعي لي اي حاجه، انا جعان انا عاوز اكل يا تيتا، او نطلع مامته تطلع البوكس عمل بتاعه مجهود. والاكل بتاعه وعلى والعصير. فكره الرياضه بس مش ان هي تفتح شهيه الاطفال اللي هم مسدوده، لا كمان بتظبط جسم الطفل الشري. بعدين احيانا الامهات بتعاني من الجسم ايه سمنة سمنه الاطفال، ما أيوة. دي المشكله برضو موجوده بالعيل صغير برضو بسبب السمنه دي برضو موجوده بسبب الاكل غير الصحي. ايوه فالرياضه بتظبط الجسم اللي بيبقى فيه شراهه وازاي فهي وزنها بيبقى تقيل وصغيرين وزنهم تقيل. بالظبط كده. لما الرياضه بقى بتظبط الليله دي كلها، سواء في النحافه او في السمنه، بتظبط الجهتين. لا وفي حاجه كمان اللي هو الاكل دايما اللي هو السريع اللي هو التيك اواي زي ما بنقول، او الوجبات السريعه دي، الفاست فود، بيكون فيه سعرات اكتر، بيكون مضر اكتر، نسبه الدهون بتبقى فيه عاليه غير مشبعه. وللاسف العيال بيحبوا الاكل ده قوي. ما سبحان الله، ما بقول لك هم بيقبلوا على هذه الاكلات على الرغم من ضررها العالي، لكن بنفس او شهيه البهارات والحاجات اللي بيحطوها دي اللي انت بتقول عليها، والالوان ده دلوقتي بيحطوا أيوة. الوان في الاكل كمان. اي حاجه بالوان بتجذب صح؟ اي حاجه فيها الوان بتجذب الولاد قوي يعني. كده بتقول لك بيقعدوا غيري بقى- شكل الحاجه فهم يتبهروا بيها فياكلوها. لا وعاوزين الحاجه ملفوفه بطريقه معينه كمان، يعني ما تغليف. تغلفي الحاجه برضو يعني في طقوس معينه كده تلاقيهم بقى ايه ياكلوا. شدوا ليه؟ لكن لو حطيت لهم الاكل مثلا في طبق عادي وخد شوكه ومعلقه وتفضل كل الاكل بتاعك، مش ما لفتهوش المنظر، مش عاجبه الاكل. مهما كانت الست برضه مش او ربة البيت عمرها ما مشغولة تقدر برضه. تجاري الاكلات السريعه في طعمها او في شكلها. هي تحاول بس. بتسبب لها مشكله جامده مع الاطفال، عشان كده بيقبلوا على الاكلات السريعه. هي بتحاول بس ما أيوة. تقدرش تجاري. لا مش هتجيب بالظبط يعني، لا مش هتعمل بالظبط. والله انا بشوف بعض السيدات يعني بتهتم قوي بموضوع الاكل ده وبتطلع وجبات من تحت ايديها، يعني راقيه جدا، يعني حاجات كويسه جدا.
بس طبعا ظروف المعيشة والغلاء في الأسعار والكلام ده كله مأثر طبعا على ست البيت، إن هي بتجيب الحاجات اللي هي إيه المظبوطة اللي هي التمام، يعني اللي هي تخلص معاها وبس. لكن ما بتقدرش برضو تجيب الحاجات بقية التشكيلات والأشكال اللي هي الجديدة في الأكل وفي المشروبات وفي الحاجات دي. كمان عايزه اقول لك على الفاكهه، اكل الفاكهه افضل من ان هي تتعمل عصير بكتير. ده صحي، لان العصير هتزودي سكر، برضو السكر مش في كل الاحوال، مش في كل الاحوال بيبقى كويس. بيضاء لا ما نقدرش نستغنى عن العصير، بس في كل الاحوال. يعني انا شفت اتجاه مش للاطفال بس، لا للكبار كمان بالنسبه للسكر، بيحاول ان هو يحصل على كميه السكر اللازمه للجسم عن طريق الفاكهه، بقى بيقلل السكر او تقريبا بيعدمه في اكلاته، مع ان دي يعني بتبقى حاجه صعبه لبعض الناس، لكن في فعلا اتجاه فكري لهذا الموضوع، انك تقلل السكر وما تحصلش عليه غير من خلال الفاكهه. هو ده اصح حاجه. طب ما احنا ممكن كده في الحل ده، يعني ممكن نحلي بالعسل النحل. انا بتكلم على مش في كل الحالات، يعني بس مثلا مش معقولة لو حد هنحلي عصير اولا هو غالي الثمن، ثانيا على فكره انا بتكلم على اكل الفاكهه كده، وبيعلي يعني اكل السكر. الفاكهه افضل. لما تلتزمي بان انت تحلي بعسل النحل بيعلي السكر عند الناس اللي عندها سكر. فبرضه هو الافضل ان الفاكهه التوسط افضل حل اللي هو يعني طب ايه رايكم لو عودنا الولاد يشربوا الفاكهه يعني نعصر الفاكهه طبيعيه زي ما هي كده بالسكر بتاع الفاكهه بس، يعني ما دخلش سكريات. انا عملتها قبل كده ينفع مع المانجا. نعودهم كده؟ المانجا دايما كنت اعملها تقيله جدا، يعني حتى لو حطيت سكر بيبقى ايه كميات ضعيفه جدا. هي المانجا مسكره اصلا. ايوه، ما انت ما تزوديش سكر، ما انت ما بتحطيش بقى سكر، ولو حطيتي بتحطي حاجه بسيطه أيوة. بس في نفس الوقت بتقللي الميه، يعني انت تقريبا بتاكلي الفاكهه بتاكلي فاكهه المانجا بخيرها من غير ميه، ما تزوديش ميه كتير. مسلوق على قد الميه اللي انت بتحطيها، كميات ضعيفه جدا، كميه السكر عشان ينزل بتقله، ينزل يعني انت بتقله. تقريبا كده بتاكلي المانجا حتت زي حتت المانجا مش سايله، مش سايله. انا عندي الولاد بيحبوا المانجا ياكلوها كده سليمه، انا بحبها كده، والعصير يكون متجمد، شبه متجمد، متلج يعني. ليها طعم تاني، على الرغم ان انت مش ضايفه لها سكر، لكن برضه بيبقى ليها طعم تاني غير لما تاكلي ثمره المانجا نفسها. طبعا انا عندي عمرو بيحبها عصير، انا بحب اكلها كده، وعمرو يقول لك عصير والله ساقعه هنا يا عيال. احنا بنتكلم بطريقه طبيعيه وبطريقه. طيب دلوقتي خلصنا بقى موضوع العصير والفاكهه والكلام ده، طيب ايه تاني تقدروا تتكلموا فيه؟ يعني النوم بالنسبه للاطفال وخصوصا في الصيف، السهر على فكره دي انا بالنسبه لي بتبقى مشكله عاليه جدا. انا ما بحبش السهر، ما بحبش عيالي يسهروا. اولا بيبقى مضر جدا للجسم، بيعمل اضطرابات في الوظائف، في وظائف الجسم نفسها. فانت لما تظبطي نوم، حتى لو مثلا احنا في الصيف فطبيعي ان الطفل يسهر، بس يعني بقى اخره 12، ما ينفعش ان يبقى تعكسي حياه الطفل كامله، ان انت هو ينام بالنهار صاحي طول الليل ونايم طول النهار، او دون قمه عدم الصحيه. لا، لازم النوم يبقى او السهر يبقى في حدود، بيختل نظام الجسم، بيختل بالظبط كده. قله النوم بتعمل اختلال في وظائف الجسم، فلازم تتحكمي في الموضوع ده علشان تقدري ينمو بطريقه صحيه. وكمان هتعاني في الموضوع ده في الشتاء، ما هو اخد على السهر. طب هترجعي عشان ترجعي طبيعه الجسم يرجع تاني ينام بالليل ويصحى بالنهار، يعني صعبه بقى. بتبقى الدنيا صعبه، غير الضرر اللي بيلحق بجسم الطفل بسبب السهر. السهر فعلا بيأثر على الطفل، وبيأثر على ايه تاني؟ صح والله، بيأثر على صحته، صح؟ وعلى العينين وعلى كل حاجه. وعلى كمان العينين يعني معلومه ان الجسم بيكبر اثناء النوم، يعني الاطفال جسمهم بيكبر في النوم. وكمان المخ بيقدر يرتب الحاجات اللي انا هعملها فعلا يوم. دي معلومه اكيده يعني. طبعا. انا بشكركم شكرا جزيلا، وبجد حديث ممتع مع المدرسات الافاضل. ربنا يكرمكم يا رب ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. ودايما كده بنتكلم بندردش مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.